السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم بنت صفراء DZ. صلي على الحبيب قلبك يا طيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. الفيديو لهذا العدد هو الشهادة المعادلة كما هو موضح في الصورة. ما هي الشهادة المعادلة؟ ما المطلوب لاستخراجها أو الملف المطلوب لاستخراج هذه الشهادة؟ ما دورها ومن أين تستخرج؟ راح نجيب لكم نماذج عن الشهادة المعادلة، أي الشهادة المستخرجة أو المتحصل عليها من الجامعة أو المعاهد العليا أو حتى التكوين المهني وما يعادلها من شهادة. دونك كيما على بالنا باللي الشهادة المعادلة ماشي كامل الناس يحتاجوها فقط الأشخاص حائزين على دبلومات أو المتحصلين بمعنى صحيح على دبلومات. والأكثرية نجدها في الدبلومات المتحصل عليها من الجامعات وكذا المعاهد بصفة عامة. وبهذا نجد أن الشهادة المعادلة هي وثيقة وطنية رسمية تستخرج من مفتشية الوظيف العمومي. نقول ونعاود، مفتشية الوظيف العمومي وليست مديرية الوظيف العمومي. ويمكن لأي طالب متخرج أو متحصل على دبلوم يمكن له استخراجها. دونك نروحوا لدور هذه الشهادة. دورها يتمثل في أنها توضح الرتب ومناصب الشغل التي يمكن الالتحاق بها في المؤسسات الإدارية والعمومية بناء على الشهادة المتحصل عليها من مؤسسة التعليم العالي والتكوين المهني. وتمنح لنا كذلك فرص أوسع ولا فرص أكثر للالتحاق بمناصب، سواء عن طريق ترشحنا للمسابقات أو عن طريق التوظيف المباشر. دونك يا جماعة الخير، أنا أستغرب من شخص متخرج من مدرسة عليا أو بشهادة عليا وما يعرفش الشهادة نتاعو واش يعادلها. دونك كيما تعرف الشهاده نتاعك واش يعادلها ولا ما تعرفيش الشهاده نتاعك واش يعادلها، هكا معناه راك راطيت ولا راطيتي العديد من المسابقات انت او انت معنيه بها. لنتعرف اكثر حول ملف طلب الشهاده المعادله او معادله الشهاده. اولا، نسخه طبق الاصل من الشهاده المتحصل عليها من المعهد او الجامعه. ثانيا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ثالثا، طلب خطي فيما يخص موضوع طلب الشهادة المعادلة. كما ترون الملف بسيط وبسيط جدا للحصول أو مقابل الحصول على شهادة أهميتها كبيرة تقودنا إلى الحياة العملية. وفي هذا الصدد جبت لكم نموذج عن طلب خطي لطلب هذه الشهادة المعادلة. دونك كما ترون في الشاشة على يمين الصفحة البيضاء في الأعلى نجد الاسم واللقب، بطبيعة الحال اسم ولقب المعني، العنوان الكامل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. ثم في وسط الصفحة نجد إلى السيد مفتشية الوظيف العمومي أو الوظيفة العمومية لولاية، ونذكر الولاية مقر الإقامة طبعا. الموضوع طلب شهادة المعادلة الإدارية. وندخل أو نشرع في الموضوع، وهو لعظيم الشرف أو للشرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلب هذا والمتمثل في طلب شهادة المعادلة الإدارية لشهادتي، والمتمثلة في ونذكر الشهادة المتحصل عليها بالتدقيق، سواء شهادة جامعية أو شهادة من التكوين المهني المستلمة من طرف، ونذكر المؤسسة أو الجامعة أو الهيئة التي سلمتنا هذه الشهادة بتاريخ، نذكر تاريخ التحصل على هذه الشهادة وبطبيعة الحال تحت رقم، ونذكر رقم هذه الشهادة. وأخيرا نكتب في انتظار ردكم، تقبلوا مني واسعة عبارة التقدير والاحترام، وفي الأخير إمضاء المعني
يعني نقوم بالإمضاء في هذا الطلب الخطي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، بعدما كنا قد شرحنا ما معنى الشهادة المعادلة وأهميتها أو دورها ومن أين تستخرج، وتطرقنا أيضا إلى الملف المطلوب للتحصل على هذه الشهادة. وأخيرا تطرقنا إلى طلب شهادة معادلة إدارية لكل شهادة والتخصص انتهى. وفي أعداد قادمة إن شاء الله نعالج ولا نجيب كل شهادة وما يعادلها من شهادة معادلة، أي كل تخصص وما يعادله من شهادة. أرجو أن تتركوا لي في التعليقات ما هو التخصص الذي أو الحاصلين عليه في شهادتكم ونعادلها بشهادة معادلة إن شاء الله، ونجيب لكم أيضا نماذج عن هذه الشهادات المعادلة. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.